مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضائيه الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. المؤسسات الصحيه في عصر تحقق نتائج جيده. جمعيه المعلمين تعمل على تطوير قدرات اعضائها. تنظيم سيمينارات قانونيه حول مكافحه الجرائم. الرئيس الصيني يتعهد بعدم السعي الى الهيمنه. اليابان تزيد وتيره انفاقها على الاسلحه لمواجهه الصين وروسيا. إجلاء أكثر من 11,000 شخص جراء إعصار بالهند. مرحبا بكم. لن عناوين إلى التفاصيل. أوضح المدير الطبي لمستشفى عصب المرجعية الدكتور هينوك تساغاي بأن الجهود الجارية لتوسيع الخدمات الصحية في مدينة عصب تتماشى مع عدد وطلبات السكان في المدينة. كما أشار إلى أن المؤسسات الصحية المنتشرة في المدينة تقدم خدمات صحية جيدة، حيث تم إجراء صيانة عمليات توسيع للمستشفى المرجعية المشيد قبل 60 عاما، إضافة إلى فتح 4 مؤسسات صحية بعد الاستغلال في مختلف مناطق المدينة، فضلا عن تحقيق تطور ملموس في أعداد المهنيين من حيث النوعية والعدد. كما أوضح عن وجود مركز لصحة الأمومة والطفولة وتقديم مستشفى عصب للخدمات العلاجية المتعلقة بالأمراض المعدية واستقبال المرضى إلى حين شفائهم، وإجراء العمليات الجراحية وطب الأسنان والأشعة السينية ورعاية الأمومة والطفولة والتحاليل الطبية وطب العيون وغيرها من الخدمات الصحية. وأن ازدياد نسبة المستفيدين من هذه المؤسسات سنويا بنسبة 10% خير دليل على ذلك. في الختام أوضح بأن قلة أعداد مساعدي التمريض وعدم توفر الأجهزة بالمختبرات الطبية وكذلك عدم صيانة قسم العلاج الطبيعي من أهم المشكلات التي تواجههم، مشيرا إلى ضرورة بذل مساعي حثيثة لإيجاد الحلول لها قريبا. أعلنت جمعية المعلمين في السمينار الذي عقدته لمعلمي المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في الإقليم الأوسط بأنها تعمل على تطوير قدرات المعلمين. وأوضح مسؤول التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلاي هبت جابر في السمينار أهداف ومهنة التدريس، مشيرا إلى دور الجمعية في القطاع التعليمي، وداعيا في ذات الوقت المعلمين لتطوير قدراتهم المهنية. من جانبها أوضحت الدكتورة حليمة محمد من وزارة التعليم في المحاضرة التي قدمتها حول مهنة التدريس وتطور المعلمين أن المعلم يخرج المهنيين والعاملين في كافة مؤسسات الحكومة والمجتمع، ويتوجب على جمعية المعلمين العمل الفعال لإكساب أعضائها الفكر الإنساني والمعنوي. وناشد رئيس جمعية المعلمين في الإقليم الأوسط الأستاذ أفورقي قبرز جابهير المشاركين في السمينار لتمليك المعلومات المكتسبة لزملائهم في المدارس. نظمت جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في الإقليم الجنوبي أنشطة توعوية للعمال وممثلي السكان ورجال الدين في مديريتي الدقيح وسنعفي عن أهمية التبرع الطوعي بالدم. وأوضح مسؤول جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم في الإقليم السيد إبراهيم يوهانس أهداف وأنشطة جمعيات المتبرعين الطوعيين للدم المقامة في المديريات، مشيرا إلى وجود أعمال كبيرة تنتظر الجمعية لضمان إرساء ثقافة التبرع بالدم. كما قدم أخصائي طب الأطفال في مستشفى الإقليم الجنوبي المرجعية الدكتور سامسوم أباي توضيحا مصحوبا بالصور حول توظيف الدم المتبرع به وتأثير الطب الشعبي على الأطفال. وقال أن الدم المتبرع به يمنح للمصابين بالأمراض المزمنة وفي حالة النزيف لدى الحوامل أثناء الولادة والمصابين في الحوادث. وأكد على أهمية وجود الدم في المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية وإنقاذ المصابين في الحوادث، داعيا جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم للقيام بدور رائد في تنمية محتوى بنك الدم. كما دعا المجتمع للتخلي عن العادات المتخلفة كإزالة اللهاء وختان الإناث والكي والحجامة، والتي تتسبب في حالات الإعاقة والوفيات. نظمت في مديريات صنعفة والشعب وحقات وفورتو سهوة وسجنيتي سمينارات قانونية للمواطنين والطلاب حول مكافحة الجرائم. وقدم قادة الشرطة في المديريات توضيحا شاملا حول ضرورة التنسيق بين الشرطة الأهلية والمحاكم الأهلية وتقوية العلاقة الثلاثية بين الآباء والطلاب والمعلمين وأهميتها، وكذا الجرائم وأضرارها والآثار السلبية للمخالفات المرورية والخطوات التي يجب اتخاذها من أجل ضمان سلامة المجتمع. كما أشاروا في السمينارات إلى ضرورة تجنب الجرائم والالتزام بالقيم السمحة للمجتمع،
لا سيما وأن هذه السمينارات تهدف لرفع الوعي القانوني للشباب وتنشئتهم بالأخلاق الكريمة، وأوصوا في ذات الوقت المواطنين والطلاب لتوارث القيم المجتمعية والسير على خطاها. من جانبهم نشد المشاركون بضرورة استمرار هذه السمينارات التي تنظمها الشرطة لأهميتها الكبيرة في ضمان سلامة المجتمع وتعزيز الوعي. قدم مكتب العمل والضمان الاجتماعي في مديرية عرزة دعما عينيا ل 52 من الطلاب المحتاجين تمثل في المستلزمات الدراسية التي تعينهم على مواصلة الدراسة وعدم مقاطعتها لمختلف الأسباب. وأوضح مسؤول المكتب السيد يوهنس أبراهام بأن الفرع يسعى جاهدا لمساعدة الطلاب من ذوي الإمكانيات المحدودة للاستفادة من خدمات التعليم المقدمة للجميع بالتساوي وبلوغ المستوى التعليمي المطلوب دون مقاطعة. وأشار السيد إبراهام إلى تقديم دعم عيني ل6 من الأسر المحتاجة عبارة عن عربات الكار والحمير التي تقوم بجرها، كما سيتم دعم 10 من الأسر التي ترعى الأيتام بالأغنام والماعز بقيمة تصل إلى 10,000 نقفة لكل واحدة منهن. كما أوضح بأن رعاية الأسر المحتاجة لا تخص الحكومة لوحدها، بل ينبغي على المجتمع القيام بالمساهمة الفاعلة لتشجيع ودعم تلك الأسر المحتاجة. من جهته قال مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ سسفاهويت والقرقيش أنه ينبغي على الطلاب الذين تلقوا الدعم إدراك الهدف من مساعدتهم والعمل على تحسين مستوياتهم الأكاديمية، مناشدا الآباء والمعلمين للقيام بالمتابعة الجادة. كما أشاد الآباء والطلاب بالدعم المقدم، مؤكدين جاهزيتهم للقيام بالجهود اللازمة لتعزيز مشاركة أبنائهم في مائدة التعليم. افتتح يوم 17 من ديسمبر في أرض المعارض الإكسبو معرضا للصور والفن التشكيلي من إعداد الفنان أفورق هيلي. وقد افتتح المعرض وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي قبر السلاسي بحضور كبار المسؤولين والفنانين والضيوف المدعوين. وأوضح الفنان أفورقي خلال مراسم الافتتاح بأنه قد أمضى فترة عامين لإعداد هذا المعرض. وأشار الفنانان دموز رؤسوم وهيلي برهي إلى أن المعرض الذي سيستمر حتى 20 من ديسمبر يحوي أعمالا استثنائية تعكس قدرات الفنان أفورق هيلي. هذا وقد التحق المناضل الفنان أفورق هيلي بقوات التحرير الشعبية عام 1973، وعمل مدرسا للفن التشكيلي في مدرسة الثورة منذ عام 1979، وتخرج على يديه الكثيرين من الفنانين التشكيليين. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، بقوا معنا. على الصعيد العالمي، تعهد الرئيس الصيني شين جين بينغ في خطاب ألقاه بمناسبة مرور 40 عاما على تقديم الإصلاحات الاقتصادية الكبرى بأن لا تتطور بلاده على حساب أي دولة أخرى، لكنه قال أيضا أن الصين باعتبارها قوة عالمية كبرى لن تسمح لأي أحد بأن يخبرها كيف تدير شؤونها. وكانت حملة الزعيم الصيني الراحل دينغ شياو بينغ الرامية إلى الإصلاح والانفتاح قد بدأت قبل 4 عقود، وأدى النمو الناتج عن الحملة إلى جعل الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأكدت شي في الوقت نفسه على جهود الصين في العمل من أجل خير العالم، قائلا أن بكين ساعية إلى سلام العالم ومدافعة عن النظام العالمي ومتمسكة بدورها الدولي في التعامل مع تغير المناخ. ذكرت وثيقتان حكوميتان جديدتان في شؤون الدفاع أن اليابان ستسرع من وتيرة الإنفاق على شراء طرز متطورة من طائرات الشبح المقاتلة والصواريخ الطويلة المدى وغيرها من العتاد العسكري في الأعوام ال5 المقبلة لدعم القوات الأمريكية التي تواجه الجيش الصيني في غرب المحيط الهادي. وهذه الخطط مؤشر واضح على طموح اليابان في أن تصبح قوة إقليمية في ظل ما يفرضه تعزيز الصين لقدراتها العسكرية ونهوض روسيا من ضغوط على حليفتها الولايات المتحدة. وقالت روسيا أمس أنها شيدت ثكنات جديدة للقوات على جزيرة في شمال البلاد استولت عليها اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية. وذكرت خطة مشتريات عسكرية منفصلة مدتها 5 أعوام أقرتها الحكومة اليابانية أن طوكيو تعتزم شراء 45 من طائرات F-35 الشبح المقاتلة من شركة لوكهيد مارتن بنحو 4 مليارات دولار، إضافة إلى طلبية قائمة بالفعل لشراء 42 مقاتلة. أعلنت السلطات الهندية إجلاء أكثر من 11,000 شخص من منازلهم ونقلهم إلى مناطق آمنة.
وذلك مع وصول الإعصار في ثاي إلى سواحل ولاية أندرا براديتش الجنوبية. وذكر شبكة إخبارية هندية أن خبراء الأرصاد يتوقعون أن تسقط أمطار غزيرة على المنطقة بسبب الإعصار القوي الذي تسبب في اقتلاع الأعمدة الكهربائية والأشجار في مناطق مختلفة، كما تسبب في إحداث أضرار على نطاق واسع بالمحاصيل الزراعية. وأضافت الشبكة الهندية أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا جراء الإعصار، مؤشرة إلى أن السلطات أقامت مخيمات إيقاثا ويتم بداخلها توفير احتياجات المواطنين من الغذاء والضروريات الأخرى. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.